ربي عطينا وانت حاضينا. هذا المثل الشعبي الصراحه جا في وقته. مثلث برمودا المغرب والطاقه المتجدده. انا غادي نشرح لك كل شيء وغير بشويه. البلاد اللي ما كتمتلك لا ابار ديال البترول لا حقول ديال الغاز، ولكن في وسط اكبر ازمه طاقيه ضربت العالم، لقات راسها كتلعب دور المنقذ وكتصدر الكهرباء النظيفه لدول اوروبيه بحال اسبانيا. هذه ماشي صدفه، هذه استراتيجيه ديال النجاه والسياده بدات بالضبط في 2009. المغرب كان كيستورد 95% من الاحتياجات الطاقيه ديالو. القرار الملكي والسيادي كان واضح ومباشر، يا اما نبقاو راهينه للسوق العالمي والابتزاز ديال دول الغاز، يا اما نستغلوا داكشي اللي عطانا الله. وهكذا بدات اكبر ثوره صامته في تاريخ المملكه باش نحولوا الشمس، الريح والماء لسلاح اقتصادي كبير. الطاقه المتجدده وببساطه هي كتستخرج قوه ما كتساليش وما كتلوثش. المغرب ترجم هذا المفهوم لترسانه ديال المشاريع العملاقه واللي تفرقات على الخريطه بالمليون في قلب الصحراء، وتحديدا في مدينه ورزازات. تبنات محطه نور واللي كتعتبر اكبر مجمع للطاقه الشمسيه المركزه في العالم. تقنيه ذكيه كتشد حراره الشمس بالنهار وكتخزنها في الاملاح المذابه باش كتضوي الديور بالليل. وفي الشريط الساحلي من طرفايه حتى البوجدور والداخله نصبات غابات ديال المروحيات العملاقه واللي كتحول قوه الرياح الاطلسيه لكهرباء. وما نساوش الطاقه الكهرومائيه اللي مهندسه في السدود الكبرى، ومحطات ضخمه بحال محطه افوار اللي كتلعب دور بطاريه استراتيجيه ضخمه كتحتفظ بالطاقه لوقت الحزه. ولكن باش نفهموا الحجم الحقيقي ديال هذا النجاح خاصنا نسمعوا لغه الارقام الثقيله اللي كشفت عليها وزيره الانتقال الطاقي ليلى بن علي. بن علي صرحت باللي الاستثمارات في المجال تضاعفت 3 ديال المرات باش تفوت 1.5 مليار دولار كل عام. الميزاجور الزوين هو ان المغرب وصل اليوم لأكثر من 41% كقدره منشاه من مصادر نظيفه، يعني 41% من الطاقه من انتاجنا حنا، اللهم بارك. والسر ديال هذا التفوق هو الاستقرار والخطوه الجريئه بفتح الباب للقطاعات الخاصه باش تستثمر وتنتج وتبيع الكهرباء. الدور المستقبلي ديال المغرب ما بقاش مقتصر غير على انه يضوي الديور. الهدف هو نوصلوا 52% في 2030، ولكن اللعبه الكبيره اليوم هي الهيدروجين الاخضر. المغرب دار واحد الثوره فاش غيطلق عرض المغرب وخصص 1,000,000 هكتار للمستثمرين العالميين باش يوليو اكبر مصدر لهذا الوقود ديال المستقبل. وزيد عليها مشروع اكس لينكس الاسطوري واللي غيربط صحراء قلميم ببريطانيا بكابل بحري كيوصل الطول ديالو 3800 كيلومتر باش يضوي 7 مليون دار بريطانيه بالشمس ديال المغرب. المغرب فهم اللعبه بكري. الثروه الحقيقيه ماشي هي انك تحفر حفره في الارض وتبيع داكشي اللي كاين فيها باش تشري السلم الاجتماعي المؤقت. الثروه الحقيقيه هي العقل، الرؤيه الاستراتيجيه والاستثمار في المستقبل. اللي كيتحكم في الطاقه النظيفه اليوم هو اللي غيحكم الاقتصاد ديال غدا. هذا التحول الكبير وراه عقول مغربيه وازنه على راسهم الوزيره ليلى بن علي. ولكن شكون هي هذه السيده؟ شنو هو التكوين ديالها اللي خلاها تضبط هذه الملفات المعقده؟ هادشي اللي كيفاش قدرت امراه وحده تقنع كبار المستثمرين في العالم يحطوا ملايير الدولارات في صحراء المغرب حتى مع الميت ديال المغربيات. اليوم غنحلوا الدوسي ديال الماستر مايند، العقل المدبر اللي كيقود ثوره الطاقه في المغرب. كنهضروا على الوزيره ليلى بن علي. هاد السيده ماشي سياسيه طلعت بالخطابات والشعارات، هذه تكنوقراطيه من الوزن الثقيل. جابوها نيشان من مطابخ كبريات شركات البترول في العالم باش تكون هي الوجه اللي غيسوق للمغرب الجديد في مجال الطاقه. القصه ديالها ما بداش بالصدفه ولكن بتكوين اكاديمي عامر. ليلى بن علي واللي تولدت في 1978 خدمات الدماغ ديالها مزيان في المدرسه المحمديه للمهندسين وتخرجات مهندسه صناعيه في سنه 2000. ولكن هذا الشيء ما كفاهاش، مشات لفرنسا جمعت بين المدرسه المركزيه بباريس ومعهد الدراسات السياسيه، وختمتها في 2010 بدكتوراه في الاقتصاد ديال الطاقه بامتياز. بعباره اخرى السيده فهمات الماكينات والسياسه والفلوس في دقه واحده. هذه الكاريزما الاكاديميه خلاتها تدخل تلعب مع الكبار في السوق العالميه. خدمت في الميدان مع الغول ديال الطاقه شلومبرغر وداز في كامبريدج لابحاث الطاقه. ولكن الحرفه غادي تبان فاش غتولي مستشاره لسياسات الطاقه في شركه ارامكو السعوديه واللي كتعتبر اكبر شركه ديال البترول في كوكب الارض. العالم عاقب هذه الجوهره المغربيه. المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس غيختارها كقائده عالميه شابه وتعيينات كبيرات الاقتصاديين في منتدى الطاقه الدولي. في 2019 المغرب غيعيط على ولادو باش يبنيوه المستقبل، تعيينات في اللجنه الخاصه بالنموذج التنموي. وفي 2021 شدات رسميا حقيبه وزاره الانتقال الطاقي. المغرب هنا غيضرب زوج ديال العصافير بحجره واحده. جاب خبيره كتعرف من اين تؤكل الكتف في الاستثمارات، ووجه دبلوماسي قاد مفاوضات البيئه في العالم كامل من خلال ترأسها لجمعيه الامم المتحده للبيئه بنيروبي. اليوم ليلى بن علي ما مسالياش تجلس في الكرسي ديالها، هذه ولات بمثابه دينامو مسوقه من الطراز الرفيع لبلادنا. المهمه ديالها واضحه، تنزيل عرض المغرب ديال الهيدروجين الاخضر للارض الواقع. كتجيب تمويلات ثقيله لانبوب الغاز نيجيريا المغرب
وتوصل ميساج واحد للعالم. المغرب ماشي غير ارض خاويه للاستثمار، ولكن هو شريك كبير كيتحكم في خيوط الطاقه النظيفه ديال المستقبل. هذا مكان معكم يونس قاسم، وتهلا.